اعمل ايه يا دكتور عشان يبقى عندي سلام نفسي؟ شوف، طالما سالت اعمل ايه يا دكتور يبقى انا هجاوبك، لان في حاجات معينه فعلا لازم تعملها عشان يبقى عندك سلام نفسي. ما حدش بيتولد بيه، هو مش الصفر، مش هتبقى ده هيجي لك فجاه، هو مش الجدري. فانت لازم تجتهد من خلال خطوات معينه. طب ايه الخطوات دي؟ الخطوات دي ليها قواعد الاول. طب مين اللي حط الحاجات دي يا دكتور؟ انا. مش عايز تعملها ما تعملهاش، اتفضل. انا الحاجات دي وصلت لها بعد تعب وبعد تفكير وبعد قعده والتانيه وبدون دراسه. ليه بقى؟ لان انا مش هدرس منهج واحد زيه زي هو اللي حاطه. كل ما يزو عنه هو اتولد الاول. يعني لو كنت ولدت الاول كنت حطيت منهج كان زمان قاعد مفشوخ عشان يفهمه. طيب منهجك ايه بقى يا دكتور؟ انا المنهج بتاعي استخلصته من العلاج. ايه العامل المشترك بين كل ازايز الدواء؟ يحفظ في مكان بارد. ده العلاج اللي هو سبب الشفاء بعد اراده ربنا سبحانه وتعالى، يحفظ في مكان بارد. تخيل انت بقى كبني ادم محتاج تتعالج بتحفظ وسط النقاش والسخونيه وتبادل الاراء والحرق. يبقى انت زيك زي انت اكتر من الدواء كمان بقى. اذا كان العلاج يحفظ في مكان بارد، انت تحفظ في مكان جليدي، تبقى قاعد متجمد كده ما تتحركش، لان كل حركه تحركها يسالوك اتحركتها ليه، كل كلمه تقولها قلتها ليه، قاصد بيها ايه، مش معنى قلتها لي انا ما قلتليش بيني وبينك ليه انت مورستان. يبقى دي اول قاعده، ان انت تحفظ في مكان جليدي ككنايه طبعا. طب تاني قاعده من العلاج برضه، ان انت تحفظ بعيدا عن متناول الانسان. اي انسان يا دكتور، اي انسان. يا دكتور بس الناس دي مختلفين. ما فيش يا ابني حد مختلف، البشر كلهم واحد باختلافات طفيفه مش هتضيف للمعنى حاجه. زي ان واحد مقصر شعره، واحد حالق دقن، واحد مدرج تحته، لكن البشر كلهم واحد. يا دكتور بس الواد ده اخويا، مع اول اتنين اخوات في البشريه في واحد فيهم قتل التاني. فانت ما تخنقنيش يا جرافات خانقاني اصلا. افهم اللي بقول لك عليه من غير حرق كتير ومن غير سفسطه. يبقى دول قاعدتين من العلاج ما تنساهم. مش تحفظ في مكان جليدي، تحفظ بعيدا عن متناول الانسان. طب هل يا دكتور كلامك مع ان انا ما اتعاملش مع بشر خالص؟ لا، بتتعامل مع بشر في حدود انا برسمها لك. اربع جمل، اربع جمل، ما فيش واحده خمسه. كل سنه وانت طيب، رمضان كريم، الف الف مبروك، البقاء لله وحده. بس يا دكتور بقى لا مفيش بقى. ايوه يا دكتور، خدها قاعده كده في حياتك. البشر كلهم لزاز ومتربيين وبيفهموا في الاصول وريحتهم حلوه جدا طول ما انت بعيد عنهم. اول ما هتقرب هتشم القرف كله. دكتور بس انا كان لازم اقرب عشان اعرفهم على حقيقتهم، ما عرفتهم على حقيقتهم. حاولت تغير ده؟ لا، ما انا بعدت بقى عشان ما يؤذونيش. طب ما انت كنت ولا ما انت كنت بعيد. يبقى اذا اللي انت بتقوله ده مشوه، ان انا اقرب عشان اعرف البشر على حقيقتهم، فلما اعرفهم اتصدم فما غيرهمش حتى. لا، انا بعد عشان ما يؤذونيش. انت كنت بعيد من الاول، يبقى الدايره دي او المشوار ده ما كانش ليه لازمه. افهم، هي الحل الوحيد ان انت تعرف البشر على حقيقتهم هي ان انت تقرب. انت مش تفتح الجورنال هتلاقي واحد فيهم مغتصب طفل، ومش عشان مش اخلاقه، عشان ما حدش بيبيع جرايد. هتجيب جورنال منين؟ افهم اللي بقول لك عليه. طول ما انت بعيد محدش هيأذيك. طب تالت قاعده يا دكتور، تالت قاعده، اسوأ حاجه في حياتنا وفي العصر ده دلوقتي هي الموبايل. الموبايل هو اسوأ اختراع بعد محمد هاني. ما ينفعش يبقى قيمتك 17 قرش للدقيقه، ما ينفعش اوصل لك ب 17 قرش يا راجل. ده ايام الجمال والناقه كان السفر مكلف عن كده. فتخيل انا بوصل لك ب 17 قرش، ياخدك كلتهم ب 10 جنيه في الشهر وانت ب 17 قرش. انا ليا صديق ليا كان قاعد في سلامه النفسي عادي جدا مبسوط جدا، فجاه مكالمه تليفون، ابوه: الحق بنت خالتك بتطلق في عزبه النخل، شوف في ايه على ما اجي من الشغل. في نفس اللحظه لسوء الحظ صاحبه بيتخانق في الشارع، تعالى الحقني. كلم صاحبته بيقول لها روح هنا ولا هنا. مين؟ قالت له ما انت لذيذ اهو بتروح وبتلحق الناس، اشمعنى انا لا تخيل ده كان قاعد في ايه بقى، في ايه فجاه. اذا انت اللي بتحافظ على سلامك النفسي من خلال القواعد اللي انا بقول لك عليها دي. خلاص التزم باللي انا قلته لك، ولو حسيت ان في تحسن ادعي لي، لو ما حسيتش ان في تحسن اعتقد ان مفيش اسوأ من اللي انت عايشه ده. طالما انت اجتماعي ولذيذ وبتحب تسأل على الجميع، فاعمل اللي بقول لك عليه ده. جرب. ما تقوليش بقى يا دكتور اصل انا بقى دايره علاقه. اعملها مثلث. الدايره دي انا عايز اكلمك، اعملها مثلث، ما تخنقنيش. اقعد فوق كده على القمه، بص على ابوك وامك كل واحد في زاويه في المثلث، لقيتهم تمام الحمد لله. جزاني وجزاك الله كل خير.